النهارده يا صديقي معانا دكتور حمزه واللي هنقول له النهارده نورني. معانا اخوه على طول ابراهيم وهنديك حلقه جوبه. حبيبي ازيك يا صاحبي؟ يلا بينا نبدا عركه ولا؟ لا، هي مش عركه، هي ما فيهاش اي عركه. الموضوع مش مستاهل نقاش. احنا بنتكلم عن اتنين من اكتر الناس اللي عملوا في تاريخ برشلونه مبدئيا، واللي اثروا في الكوره الحديثه، في خط وسط الكوره الحديثه. فالاثنين مفيش جدال عليهم ان هم اتنين من احسن لاعبي خط الوسط في العالم. بس كل واحد عنده حته بتخليه مثلا يشوف ان حد اكتر، وهي في الاخر ميول شخصيه. يعني الموضوع كله والله العظيم حاجه بسيطه جدا يعني. الحلو من هنا على الحلو من هنا، الصدق لازم يتاكل مع الكبده، تشافي معايا انيستا صاحبي على طول. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. الفكره ان الاثنين فعلا كانوا بيكملوا بعض. الفكره كلها ان تشافي وانيستا لو جينا بصينا على البروفايل ده لوحده والبروفايل ده لوحده ده مختلف عن ده تماما. انيستا شخص جريء جدا، بياخد قرارات مفاجاه للكل. تشافي كان العقل بتاع الفرقه. يعني تشافي كان هو اللي بيفكر ازاي الماتش هيمشي او ازاي نص الملعب هيكون مسيطر عليه. فالاثنين عكس بعض تماما، بس الاثنين عملوا منظومه تاريخيه لبرشلونه. فانت ايه رايك في تشافي وانيستا؟ بص، مبدئيا هما الاثنين مش عكس بعض. هو كل واحد فيهم كان عنده مجموعه ادوار. الادوار دي اتغيرت اكتر حسب المدرب بيطلب منك ايه. بس فكره ان ده كان عنده حاجات ناقصه، او ده كان عنده حاجات ناقصه، والموضوع ما كانش بالشكل ده. لا بس انا فاهم قصد بيسو، قصد بيسو اللي هو يعني مثلا انيستا عنده على الهجوم اكتر، بيروح بالكوره على طول على الجون وبيراوغ وبينفذ وبتاع. لا تشافي بيستلم وبيباص وبيعمل الثرو بتاعه ويحضر لعب. لا انيستا بياخد وبيروح ويجيب جوان وبتاع. ماشي تمام، بس برضه هي الفكره، هنرجع لنفس النقطه، ان ده كان بيعمل دي وده كان بيعمل دي حسب المطلوب منه وتعليمات المدرب. يعني مثلا ما تقدرش تقول ان كره انيستا هجوميه اكتر من تشافي، لان رقميا ممكن يكون تشافي جايب اهداف قد انيستا، قريبين قوي من بعض. تقريبا فما تقدرش تقول ان ده هجوميا احسن من ده. وفي المقابل ما تقدرش تقول مثلا ان رتم انيستا هو اللي كان بيتحكم في رتم تشافي، لان الاثنين برضو كانوا بيتحكموا في رتم سوا. بس هي الفكره ان في كتير مشجعين كوره بيفكروا ان انيستا هو تشافي، ما بيغيروش. يعني لو شلنا ده حطينا ده مكانه هو اللي هيخسر. وده من وجهه نظري ده غلط جدا. لا هو الكنترول بتاع الكوره بتاع تشافي اعلى بكتير قوي من اي حد تاني جه، والاسيست واللمسه بتاعت انيستا الاخيره للكوره اعلى من اي حد تاني. يعني انيستا اللعيب اللي انت تاخد منه رسام هيعمل لمسه واحده يحطك قدام الجون من غير ما تفكر في اي حاجه، خده وروح جيب جون بكل بساطه. تشافي لا، تشافي هو اللي يستلم ويبص ويبتاع. بس لو بصيت على جون تشافي هتلاقي دايما تشافي موجود في مكان، نادرا لما تلاقي خط نص موجود في المكان ده. ماشي، وانيستا برضه نفس الموضوع. بس انيستا انت عارف ده البروفايل بتاعه. يعني بروفايل انيستا اللي هو دايما بيبقى زي في الهجوم، ودايما بتلاقيه في اماكن صعب، اللي هو يعني كان زي ما بيقولوا كده بين الخطوط. يعني انيستا دايما بيبقى موجود بين الخطوط، انما تشافي ممكن تلاقيه مره واحده يبقى سترايكر. بص يعني بالنسبه لانيستا، انيستا انت كنت متوقع ان انيستا يبقى موجود في المكان اللي هو كان فيه ده في النهائي في الدقيقه 116؟ صح، الدقيقه 116. الدقيقه 116 ده خلاص، احنا قدامنا 4 دقائق وخلاص هنروح نلعب ضربات الجزاء. انيستا قدام الجون واخر واحد ما قبل تك، خلاص جون، باي كاس العالم اسبانيا. بص، النقطه دي حلوه قوي، خصوصا ان الناس بتشوف الجون بتاع انيستا بس ما بتشوفش ان قبلها بالظبط بدقيقه ونص تشافي هو كان السبب في استعاده الكوره، وهو اللي بدا يدور اللعب اللي في النهايه عمل التمريره المفتاحيه بالعرض اللي وصلت ثم راحت لانيستا عشان يجيب الهدف. مم. بس برضه يعني انيستا هو اللي في الاخر كان، احنا ده اللي احنا بنتكلم فيه. انيستا في الاخر هو اللي حقق النقطه الاخيره اللي احنا عايزينها. انيستا هو اللي كان السبب في الجول يورو 2012. طيب بص، يورو نقارن دوت. 2012. انيستا بص، يورو لو هنتكلم عن 2012 يورو صباح الفل. 2012 فمساء الخير، الفاينل قدام ايطاليا في الملعب كله مكهرب. تشافي مشارك في ال4 اهداف، عامل اسيست الجون الثاني لجوردي البا، اسيست من الخيال. راجل في الفاينل قدام الملعب جمهور كامل قدام ايطاليا،
بيشارك في الاربع اهداف. نفس الموضوع انيستا في الدور في النهائي قدام نفس ايطاليا في الاربع تجوان. انيستا هو التحركات بتاعته هي السبب في اغلبيه لا مستحيل. لا يا راجل، لا لا. بص هو انيستا، شوف التحرك بتاع انيستا في الجون الثاني وهو بيتحرك من نص الملعب كده في الجول الثاني، الجون الثاني الجول الثاني لا كان اسيست من تشابي الونسو جوردي ألبا وفتح على الخط، ما كانش فيه تحرك الاسم. لا يا باشا، تشافي فولي بص 100% الجول الثاني الكوره اللي اتلعبت من رجل تشافي وجوردي ألبا بيجري ثم حطها له بالريتم بتاعه بالسرعه بتاعته، عشان جوردي ألبا اللي معروف ان هو مش احسن فينيشر في الدنيا يلاقي نفسه قدام الجون ويلاقي الزاويه مفتوحه تماما عشان يحط جول بمنتهى السهوله، لان تشافي شافك وانت بتجري، تشافي شافك وبسرعتك، تشافي اتحكم في الريتم ثم حط لك الكوره قدامك عشان يبقى قدامك لقطه خياليه. بس هي الفكره ان انت عشان تبدا تحط مقارنه بين الاثنين او تبدا تشوف اكتر تاثير الاثنين، محتاج ترجع ورا خطوتين ثلاثه، محتاج تبدا الاول تجيب بدايات كل واحد فيهم. بدايات تشافي من ان هو طفل عنده 11 سنه بيلعب كوره، بيقرر كشافين برشلونه ان هم يضموه لللمسيه من سن 11 سنه، عشان بعدها باربع خمس سنين يبدا يقولوا له او يشوفوا ان هو هيبقى اللاعب النكست بوتنشال لبرشلونه، فيسالوه طب انت عايز تبقى تلعب كوره زي مين؟ فيرد عليهم رد اوت اوف نوير، هتبقى شوستر. شوستر لاعب وسط برشلونه اللي بينقل الكره الثانيه، اللاعب اللي عنده قدره على التحكم في الريتم بشكل رهيب، اكتر كتير جدا من اي حد تاني في الوقت ده. فبدايه من هنا بدا مسؤولين برشلونه يحسوا ان لا في حاجه مختلفه، لدرجه ان هم طلبوا من بيب جوارديولا قبل ضم تشافي للفريق الاول، طلبوا من بيب جوارديولا، لان بيب جوارديولا كان من اهم لاعبين الوسط في الفتره دي، طلبوا منه هو يجي يتفرج على تشافي هرنانديز في التمرينات عشان يديله من خبراته ويبدا ينصحه. فاتفاجئوا ان رد بيب جوارديولا انا محتاج اتعلم اكتر لان واضح ان احنا عندنا حد هو اللي بيهدد مكاني. ثم بعدها يبدا يخش سنه 98 عشان ياخد الدوري مع لويس فان خال في اول سنه ليه، في موسم رهيب بيلعب ريفالدو، بيلعب كيمباور، بيلعب اسماء تقيله جدا جدا جدا، يعتبر كان من اول الجلاكتيكوس في برشلونه، عشان يشارك في السوبر الاسباني ويحط هدف في اول مشاركه ليه قدام ريال مايوركا في السوبر الاسباني. وتبدا من هنا رحله تشافي العظيمه جدا مع برشلونه، ويكمل بعدها لحد سنه 2002 في الوقت اللي دخل هنا بقى، دخل فيه انيستا على الفريق، دخل الفريق اصلا كان ممهد بفضل الاسامي اللي جت قبل تشافي ثم دخلت على تشافي. انت لو بصيت بقى على انيستا 2001 اللمسيه بتسرح الفريق بتاع 96 اللي هو الفريق بتاع انيستا، اللي هو الفريق اللي هو بيلعب فيه، وانيستا رايح من برشلونه لريال مدريد، وبيرجع تاني من بعد ما خلاص اوكي هيمضي مع ريال مدريد، بيرجع تاني لبرشلونه اتلتيك اللي هو الفريق الثاني اللي هو طالع، وبعد كده بيتسال مين قدوتك في الملعب او انت شايف مين اسطورتك في الملعب، فبيقول انا اسطورتي والله ريكيلمي، فبيطلع بياخد مكان ريكيلمي في نص الملعب، وبيبدا اول ماتش اسبانيول يدخل القائمه في 2002 بعد ما كان اصلا رايح ريال مدريد قبلها. فانت بتتكلم ان برضه لا لسه برضه دخوله في الفريق في الوقت ده، لا هو داخل في لحظه برضه كانت فيها كعبله كتير. يعني هو واحد دخل قال لك انا القدوه بتاعتي ريكيلمي ودخل اخد مكاني. ما هي الفكره ان انت خطوه كمان لقدام هتلاقي ان الموسم اللي بعده في عز الفشل العظيم لبرشلونه والناس كلها بتلوم، مين الشخص اللي تحمل كل اللوم؟ مين الشخص اللي كان عليه كل الانتقادات؟ مين الشخص اللي كان في وش المدفع وفي الوقت ده كان بيحمي الفريق وبيبذل كل مجهوده ان هو يحافظ على الفرقه ويحافظ على اللعيبه الصغيرين على راسهم انيستا؟ كان تشافي هرنانديز. الناس كلها كانت شايفه ان واحد من اكبر اسباب اخفاقات برشلونه في الفتره دي تشافي هرنانديز، عشان بعدها بسنتين يجي تاني فرانك ريكارد، يبدا الجيل الجديد لبرشلونه يبدا يعمل واحده من اعظم الفترات لبرشلونه اللي انتهت في النهايه بتتويج برشلونه بدوري ابطال اوروبا قدام ارسنال، الماتش اللي لسوء حظه ما لعبش فيه تشافي في الفاينل، لكن على مدار البطوله والسنين اللي بعدها والسنين اللي بعدها هو واحد من اهم محاور فريق برشلونه ان لم يكن هو اهمهم في الفتره دي ثم فترات التابعه. هو لو انت بتتكلم على ارقام انيستا 2008، انيستا 2010، انيستا 2012، انيستا 2014، انيستا لحد 2018 مع برشلونه، حتى لما مشي وراح بيست كوبي في الدوري الياباني بقى، والرحله الثانيه دي حدوته جديده. يعني الحدوته بتاعته في اليابان دي لوحدها دي مسيره لوحدها تتحكى، انت محدش كان يعرف اي حاجه عن حاجه اسمها
الدوري الياباني، او محدش كان متخيل ان في حاجه اسمها دوري الياباني اصلا، ويروح انيستا هناك ويعمل حاجه كبيره والدوري ويروح ويكبر الدنيا ويعمل ماتشات حلوه قوي هناك. وبعد كده انت بتتكلم في رحله من 2018 ل 2023، وبعد كده سنه كمان في 2024 في الامارات. فلا ده في رحله ثانيه بعد برشلونه، لعب كوره ثاني. والارقام الفرديه بتدي انيستا حقه ثالث ومثلث في كل حاجه. انيستا احسن لعيب في العالم، من التيم الاساسي في ال 11 اللي هو افضل لعيب في العالم سنين كتير قوي. بتتكلم في 2009 2011 2012 2013 2014 تقريبا. كل دوت اللي ظلموا، شايف ناس كتير في الجيل دوت ظلموا بسبب ميسي وكريستيانو. بالنسبه للجوائز الفرديه او البالون دور او الحذاء الذهبي او كل دوت، كنت نادرا في الفتره دي لما بتلاقي مثلا حد بياخد منهم حذاء ذهبي. ماشي طبيعي، لان الاثنين كانوا حاجه ثانيه. الاثنين كانوا بروفايل تاني. انيستا في عز وجود الاثنين دول بياخد ثاني احسن لاعب في البالون دور، بياخد احسن لاعب في اليورو في 2012. يعني في عز وجود ما كريستيانو كان بيلعب موجود، اخد مين احسن لاعب في يورو 2012؟ لويس انيستا. كان واخد احسن مان اوف ذا ماتش في ماتش كاس العالم، نهائي كاس العالم 2010. 2010 النهائي بتاع كاس العالم ده، اللعب بتاع انيستا في الماتش ده يتدرس لاي لعيب رقم بيلعب في نص الملعب. تتكلم ان انيستا 2012 من احسن لعيبه العالم، وما كانش الاحسن، في العالم كله. هو كان الاحسن في العالم كله في 2012. وبعيدا عن النقطه دي، انت بتتكلم، اتفرج على انيستا في كاس العالم 2010 وتحركاته، اتفرج عليه في النهائي بتاع اسبانيا، في نهائي كاس العالم 2010 اسبانيا هولندا النهائي. ماتش مرعب انيستا، ماتش فيه كل حاجه. 2012 انيستا بيلعب جناح مش مركزه، بيلعب جناح شمال مش مركزه، وبيلعب في النهائي. بس راي نقطه ان 2012 اسبانيا كلها تقريبا 6 لعيبه في الماتش بمقدار نص، فكان في نقطه لا مركزيه. يعني كان في نقطه لا مركزيه. يعني مره تلاقي تشافي هو السترايكر، مره تلاقي سيلفا هو سترايكر، مره تلاقي نيستا سترايكر. فما كان في نقطه البوسكي كان عامل نقطه لا مركزيه بينهم. بص، هي الفكره ان انت دايما هتفتكر اللقطه بتاعه انيستا، هتفتكر اللمه بتاعه انيستا، لكن في النهايه يعني مثلا سنه 2010 تشافي كان اهم لاعب في منتخب اسبانيا، لان هو كان المتحكم في الريتم الوحيد، والماتش الوحيد اللي كان تشافي فيه اوت اوف فورم. اسبانيا كانت على وشك ان هي تغادر البطوله. فانت بتتكلم برضو ان في عز اللقطات دي كان في ظهور بارز جدا لتشافي. تشافي في نفس الفاينل برضو احنا اتكلمنا عن النقطه دي، ان هو مشارك في الاربع اهداف قدام ايطاليا. راجل بيلعب قدام كل اللعيبه اللي عندهم جرينتا وحماس وخوف، بيلعب قدامهم بدم بارد، باعصاب ايطاليه. يعني تحس ان هو في الوقت ده ان تشافي هو اللي كان لاعب خط وسط منتخب ايطاليا على الهدوء والتحكم في الريتم وكسر الريتم. ولذلك دايما حتى في تصريح انيستا نفسه بيقول لك ان تشافي هرنانديز هو اللاعب اللي بيسهل على الناس اللي حواليه ان هم يعملوا ادوار. انيستا نفسه اشاد بتشافي كتير، وده طبيعي لان تشافي اصلا كان الكابتن بتاعه، كان دايما الليدرشيب عليه. لكن هي الفكره دايما ان انت عشان تحسم الجدل، هو في النهايه في ناس هتحب تشافي، في ناس هتحب انيستا. الناس اللي هتميل اكتر لتشافي هتميل اكتر لفكره رجل الظل، لان تشافي دايما هو الرجل اللي في الظل. تشافي دايما هو الراجل اللي بيعمل الكي باس او البري اسيست عشان تلاقي نفسك فجاه في النهايه قدام الجول بلمسه او بلمستين، وتلاقي في الخلفيه اللقطه الشهيره جدا لتشافي وهو بيسقف واللعيبه بتحرز الهدف وهو في الباك جراوند. تشافي دايما من الناس اللي اتظلمت، لان هو دايما كان في الباك جراوند. حتى في معظم اللقطات المهمه اللي لما تشافي بيحكي عنها في مسيرته، تشافي عمره ما كان الهيدلاين. تشافي دايما كان مبسوط اكتر وكونه فكره الباك لايت، فكره رجل الظل اللي موجود في الباك جراوند. وحته نهايه مسيرته او الاعتزال هي نفس الفكره اللي بتعبر عن شخصيه تشافي، بتعبر عن تشافي في كل فترات حياته. تشافي لما قرر يعتزل في سنه 2014 لما جت برشلونه تجدد دمها، لما بدا يبقى عندها ازمات، لما بدات تحب تقلل سقف الرواتب، لما بدات تحب تعمل نقله نوعيه في الفريق. تشافي قرر ان
تمام، انا دي النهايه، انا همشي. في الاول كان هيعتزل، ثم في اخر لحظات جه السد القطري عشان يلعب في قطر سنتين. حاجه في منتهى التفاني عشان يفضل برضه تشافي هو اللاعب اللي موجود في الباك جراوند. حتى لو تنط بعد المحطه دي محطتين ثلاثه، تشافي حتى كان رجل الظل وهو فيما بعد كمدرب. تشافي جه كمدرب مؤقت، اللي الناس كلها ما بتفتكروش احيانا تشافي ان هو جه كمدرب مؤقت، ما كانش الحل رقم واحد او كاثنين او كثلاثه، وبدا يلعب كوره بفريق كان منتهي تماما عشان في نهايه موسم يحقق الدوري، يحقق الدوري الاسباني بعد غياب وبعد منافسه شرسه جدا، ويبدا يعمل الهيكل بتاع الفريق اللي اتبنى عليه فريق برشلونه الحالي المرعب. الفترة دي ساعتها كان في مشاكل كتير جدا ان مفيش مدرب كبير راضي ياخد الريسك ان انا اضرب برشلونه في الوقت ده. بالظبط، لان كان في مشاكل، تخبطات في الاداره، تخبطات في الفرقه، لعيبه كبيره بتمشي، بارتوميو نفسه. ميسي خلاص هيمشي، سواريز كان مشى، كان رونالدو كومان كان مبهدل الفرقه حرفيا. فكان فتره انتقاليه في تاريخ برشلونه. هي الفكره ان هي كده، ان بارتوميو نفسه قال ان هو كان بيشوف ان مستحيل حد يقبل بالدور ده ويعمل اللي عمله شافي هرنانديز. طبعا اكيد مش اللي هيحسم الجدل في النهايه هي كمسيرته كمدرب، لان انيستا لسه ما بداش كمدرب، فصعب جدا تتنبأ. ما اعتقدش ان انيستا كمان هيروح للجزئيه بتاعت تدوير الاعمال، عنده مصنع لبيز وعنده حاجات كتير، فهو الراجل مش مهتم بالحاجات الرياضيه دلوقتي. هي نفس الفكره اللي هتوصل في النهايه لاختلاف شخصيتين الاثنين، ان انت هتشوف دايما تشافي هرنانديز هو رجل الظل، رجل ممكن يكون في لقطات كتير بره اللقطه، لكن في النهايه لما تيجي ترجع تتفرج هتلاقي ان هو كان اول ترس او اول سهم ناحيه تحرك المنظومه دي كلها عشان توصل للقطه النهائيه، ان انت شايف برشلونه على منصه تتويج، او ان انت شايف ان برشلونه مكتسح مباراه بالكامل. اكيد وبلا جدال هيكون جزء جدا مهم في العمليه دي هو تشافي هرنانديز. بس لو جينا بصينا على ارقام الاثنين هنلاقي ان فعلا الاثنين قريبين جدا من بعض. يعني الاثنين معاهم 4 تشامبيونز ليج، 2 يورو وواحد كاس عالم. الفرق بين تشافي وانيستا ان انيستا معاه دوري اكتر من تشافي، بسبب ان هو كمل بعديه بسبب ان هو كمل بعديه حوالي 3 4 مواسم كمان. تمام. فاللي يحسن الجدل ان انا شايف بصراحه من وجهه نظري ان تشافي، اللي يميل اكتر لتشافي ده شخص بيحب ان هو يبقى كل شيء منظم، كل شيء مترتب، كل شيء بالحرف. اللي يميل لنيستا ده شخص بيحب جدا اللي هو الشخص المتهور، الشخص اللي يحب اللقطه، الشخص اللي يفاجئني. على فكره ده عكس شخصياتهم، يعني انيستا هو الشخص الهادي جدا وتشافي هو الشخص المطرقع المجنون. ده عكس شخصياتهم على فكره، يعني في الملعب هم عكس شخصياتهم الحقيقيه. يعني مثلا نشوف الجون بتاع نيمار في باريس. تشافي خد الكره، انيستا خد الكره في نص الملعب، مرقص واحد، الثاني، الثالث، كمل وصل لحد قبل ال 18 بشويه، عمل اسيست خرافي لنيمار. نيمار بقى نفسه قدامه لوحده. فدي طرقعت او جنون تشافي في الملعب. نص نهائي تشيلسي يا باشا. ما هي الفكره ان انت نص نهائي تشيلسي انيستا عمل ده، بس تعالى ارجع نفس الفكره، ارجع خطوه واثنين لورا، هتلاقي ان تشافي هو اللي بدا في قطع الكوره، وهو اللي بدا اصلا سلسله التمريرات اللي انتهت ان الكوره راحت لانيستا، فقدر من خلالها ياخد قرار جريء جدا وشجاع جدا ان هو يلم واحد والثاني والثالث ويحط الكوره لنيمار عشان يجيب الجول. نفس الفكره في نص النهائي قدام تشيلسي، تشافي هرنانديز هو كان المتحكم الاول في الريتم. اللحظات اللي هربت فيها المباراه او كان تشافي هرنانديز مش احسن حاجه فيها، هي اللحظات اللي تشيلسي كانت قريبه فيها قوي من ان هي تخطف المباراه. بس الاثنين طبعا اتفقنا ان هم كانوا عباقره في نص الملعب. الاثنين محبوبين جدا سواء مشجع برشلونه او لا. صعب ان تلاقي حد بيكره تشافي او انيستا، مستحيل، لان هم حرفيا كانوا حتى بره الملعب كانوا من غير تصريحات، من غير مشاكل. ما افتكرش ان حصلت مشكله مره مع مدرب. ممكن تشافي ده كان قبل ما يبقى مدرب، تشافي بعد ما بقى مدرب كسر كل المفاهيم اللي عنده وانفعالات واعشاب وتصريحات. بس السكينه بيجي بقى اي حد يجي قدام، اي حد يجي قدام. بس كان الناس هتتريق عليه، ودلوقتي بيشوفوا ان الموضوع اتغير. احنا برضه بنتكلم في نقطه لازم تكون خلي بالك، مؤاخذه بقى يا جدعان، لازم تكون خلي بالك من حته حلوه قوي ان انيستا هو اللاعب الوحيد اللي جمهور المنافس جمهور ريال مدريد في الكلاسيكو، في اخر كلاسيكو ليه
جمهور واقف بيسقف لانيستا بتشجيع رهيب جدا، ولا اكن ده لعيب احسن واحد من احسن لعيبه نص الملعب في فريقك الخصم اللي مدوقك المرار في تقريبا بتتكلم من 2012 من 2002 ل 2018 بتتكلم في 16 سنه. ده اخدك وانت هو ماشي انت واقف بتسقف. دي حاجه ما حصلتش مع حد تاني تقريبا. حصلت نفس الفكره مع رونالدينيو لما الريال ما رضتش تجيبه بسبب الشكل، جابوا فضلوا بيكرم عليه، جمهور الريال كامل واقف يسقف رونالدينيو في الملعب بتاعهم اللي هو جاب فيه حط فيه تقريبا جونين وهزق لعيبه الريال كلها. يعني هو كان ماسك دفاع الريال بيمرجحهم وكسر شتم اللعيبه كمان. شتم اللعيبه في الجول. بس عايز اقول لكم بعدين بالموت كفايه. وكريستيانو مع اليوفي كريستيانو بعد الباكورد بتاعه اليوفي جمهور دول تقريبا اللي انا فاكر اللي انا شفتهم والجمهور بتاع انجلترا ساعه لما سويت جاب المقصيه برضه بتاعهم بس ده ماتش ودي. يا جماعه انا اسف اني بدخل، بس دي تحيه لجول حلو ودي تحيه لكارير لاعب. كارير لاعب فالموضوع مختلف تقديريا، دي ما بتحصلش. هي الفكره اللي صعبه قوي جدا 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 حد من جمهور ريال مدريد يقرر في النهايه اللي هو هيقدم تحيه او هيشتيت مسيره تشافي. لان تشافي خصوصا كمان ان جمهور ريال مدريد عنده حته ان هو الافضل في اوروبا دايما، فانا مش هخلي حد افضل مني. تشافي على مدار سنوات كتير كان هو المحرك الاساسي لانهيار جالاكتيكوس ريال مدريد. يعني انت هتلاقي ريال مدريد واقف ولاعيبه وكازيميرو وتوني كروز ولوكا مودريتش. انا قاعد باصص كده مستني الافيه ده. انا قاعد باصص كده مستني الافيه ده. الفرصه اللي انت بتتكلم عليها دي سيبه عشان هيعيط يومين خلاص. والله مودريتش لسه الله اكبر عليه يعني. عشان ده اصغر منه بكتير. الراجل عنده 39 سنه دلوقتي. ايوه الو صباح الفل. كام دلوقتي يعني بقى في بدايه الاربعينات؟ مين ده؟ لا اكتر كمان تشافي. تشافي في اخر الاربعينات وانيستا في تشافي 84. تشافي مواليد 84 وانيستا حبيبي تشافي شارك. احنا ممكن نخلص الحلقه. حلو وانا حاجه فكره حلوه. ماشي 80 84 حاجه كده يعني. ماشي. الفكره اللي صعب جدا 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 ان انت تلاقي حد من جمهور ريال مدريد يابريشيت تشافي تحديدا، لان تشافي هو كان سبب لفترات كتيره جدا ان هو يدمر اكتر من جالاكتيكوس، يدمر سيطره اكتر من جالاكتيكوس في ريال مدريد. فلذلك صعب جدا ان انت تستنى تقديره من جمهور منافس وتحط دي لنقطه تخلي الكفه تميل شويه مثلا لانيستا عن تشافي، لان تشافي هو دايما اللاعب اللي انا هاخد واحد ثم مش ههتم ان اخد الثاني والثالث، لا انا هلعب كوره باص طويل بالعرض ميسي قدام الجول، اتفضل ده بس نايم كوره جول كل حاجه خلصت. جون معين بيتكلم عليه عشان خاطر حد معين قاعد في الاستوديو عمال يتنطط ويتنطط دلوقتي. مودريتش 39 انيستا 41 تشافي 45. تمام. ايوه بتتكلم فرق 60 صح. يعني هو اللي احنا عندنا حق برضه. فرق سنتين يا باشا. ماشي فرق السنتين ديت احنا بنتكلموا اللي هو ماشي في برشلونه امتى؟ المهم يعني مش برشلونه. خلينا نخلص الحلقه. يلا يا باشا. هو ناحيتي ولا فنش. يلا. طيب بالنسبه لكم انتوا الاثنين مين احسن بالنسبه لك وليه؟ تشافي ولا انيستا؟ طيب دي هنسيبها لكم، دي خليها للجمهور. مستني رايكم. وفي نهايه الحلقه بشكر وجود اخويا حمزه، شرفتني، واخويا ابراهيم شرفتني. وما تنساش تقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، واي حاجه ممكن تعملوها عادي ما فيش اي مشكله. وان شاء الله استناكم الحلقه الجايه. ما تنساش صلي على النبي.